جايين نقدم الاستمارات اللي جمعناها من جمهوريه مصر العربيه من اكثر من محافظه. الاستمارات اللي اكتملت الشروط القانونيه ليها. النهارده جايين نسلم 1193 استماره. القانون حدد 500 استماره بس، احنا جايين نقدم ضعف الاستمارات المطلوبه قانونا. النهارده لو النقيب او الشؤون القانونيه ما رضاش تستلم الاستمارات بتاعتنا، لكن هم بالفعل بيسلموا، لكن الفرض الجدلي لو هم ما سلموش او ما رضوش يستلموا مننا الاستمارات اللي هيحصل كالاتي. القانون بيقول في خلال 30 يوم ما رضوش يعلنوا عن جمعيه عموميه طريقه لسحب الثقه من النقيب ومجلسه، في اليوم 31 تنعقد بقوه القانون. ده اللي احنا، ده التصعيد، احنا ما فيش اي تصعيد، هو كله قانوني. في اليوم 31 ان شاء الله. لو النقابه ما حددتش ده، لو النقابه ما حددتش او سامع عاشور ما حددش موعد لانعقاد الجمعيه العموميه، لو ما حددش الموعد دوت من تلقاء نفسه هتنعقد في اليوم 31. ليست تابعه لاي تيار، مجموعه شباب محامين مستقلون احرار، ليست تابعه لاي فصيل. احنا بنسحب من الحزب الوطني، نسحب من الاخوان المسلمين، بنسحب من تجار السياسه والدين. الصراع السياسي اللي شغال ما بين النقيب وما بين المجلس احنا مش محتاجينه في وزارتنا، محتاجين نقابه، محتاجين نقيب ومجلس يهتم بشؤون المحامين. ده اللي احنا عايزينه. صح يا باشا. الماده 136 بتتكلم عن دورتين متصلتين، يعني سحبت من الثقه او ما سحبتش هو ليه ان هو يترشح تاني يا باشا؟ لكن احنا بنلعب على وعي المحامين. الكتله اللي احنا بنجمعها دلوقتي نقدر نوعي المحامين. كل الوجوه المعروفه رافضينها. احنا عايزين واحد يهتم بشؤون المحامي، عايزين واحد يهتم بشؤون المحامي وكرامه المحامي وحقوق المحامي، ليس اكثر من هذا. خلاف مهني بالسياسي، خلاف مهني بالسياسي.